بص كده الكلمتين دول، كلمه اسمها include وكلمه اسمها contain، وانا عشان بحبك هضيف لك كلمه ثالثه اسمها consist. ايه الفرق بين الثلاث كلمات دول؟ بص يا سيدي، كلمه include ودي معناها بيحتوي على شيء بس غير ملموس. يعني ايه بيحتوي على شيء غير ملموس؟ يعني مثلا انا عندي قائمه ومكتوب فيها اسماء ناس. حلو، يبقى the list includes all the names، بتشمل ايه؟ كل مثلا حاجه كمان، عندي امتحان بتاع الشهر، يا مستر الامتحان هيشمل ايه؟ قال لك والله الامتحان هيشمل اول 3 يونتس احنا اخدناهم. يبقى the exam includes the first 3 units، يبقى بيشتمل على حاجه بداخله بس حاجه غير ملموسه، ما ينفعش تمسكها بايدك. اما كلمه contain معناها بيحتوي على شيء داخله بس حاجه ملموسه. يعني ايه؟ انا عندي ازازه ميه، ازازه عبيتها ميه فبقت كده the bottle، يبقى الازازه دي contains water عشان الميه حاجه ملموسه. جميل كده. معناها يسيطر، يعني مثلا قدرت مثلا فريق الاطفاء يسيطر على الكسر. اما كلمه consist ودي معناها يتكون من، يبقى انا عندي في حاجه بتتكون من اجزاء ملموسه. مثلا عندي كمبيوتر، طب الكمبيوتر بيتكون من ايه؟ والله بيتكون من رامه وبيتكون من بروسيسور وكارت شاشه ومش عارف ايه. يبقى دي الاجزاء اللي بتكون حاجه. يبقى تاني include يبقى كده معناها حاجه يتضمن. يعني ايه يتضمن؟ يعني بيشمل حاجه غير ملموسه. كلمه contain يبقى بيحتوي على شيء داخله، هتعملها كلمه container يعني معناها وعاء او معناها يسيطر على حاجه. اما كلمه consist معناها ايه؟ يتكون من الاجزاء. يعني هنا مثلا the list doesn't include your name، والله ان الليست دي ما فيهاش اسم بتاعك. اما هنا معناها ايه؟ طب بتيجي في الجمله الثانيه بتاعت كلمه contain يقول لك ايه؟ the government is trying to contain the crisis، والله الحكومه بتحاول ان هي تحتوي او تسيطر على الكارثه اللي حصلت. او the bottle contains 500 ملم of water، او ان الازازه دي بتحتوي على 500 ملي ميه.